سي فؤاد انت تقريبا قريب في القصه ديال بغيتي تحسن الوضعيه ديالك، بغيتي تحل باب واحد اخر في الحياه ديالك، عطيتي الفلوس ساعه لقيتي راسك غير الوهم. عاود لي على هذه الظروف هذه. كنت كنقرا وصلت تقريبا للكاتريام، مات توفى الوالد، كان خويا كيخدم كبير في الصباغه، تعلمت الصباغه، جيت لطنجه، بديت خدام مع الدراري، تعرفت مع الدراري تما، كرهنا بحال هكا. ملي كنساليو الخدمه في العشيه كنمشيو نتقهوى. انت ما كانش عندك في هذه الوقيته فؤاد الحلم انك تهاجر على برا ولا تبدل هاد التصباغ بشي بلاد اخرى ولا شي حرفه واحده اخرى؟ حيت انا اصلا كانوا شي وحدين صحابي مشاو على برا، حتى هما صباغه، يعني ملي كيجيو في الصيف كيعاودوا لي تما احسن ودير لاباس وكاين المطاريال. صافي اذا ما بقيتيش كتقشع هنا، صافي تعميت انا تغويت. داكشي اللي نويت حتى انا. مجينا لطنجه بدينا خدامين، تنمشيو تنخدموا في العشيه، كنمشيو للقهوه نتقهوى. المهم دوزنا داك تقريبا شي 3 شهور هكاك، تعارفنا مع الوسيط، شي واحد كيقول السمسار كيقولوا وسيط تما. شافنا كنهضروا من هنا لهنا، قال لك والو كاين شي واحد الا بغيتو تمشي راه يديكم. قلت له ودي الا كاين لاقينا به. لا غد ليه دوزنا شي 3 ايام ولا كان به، تفاهمنا معاه، طلبنا في الاول 5 المليون. قلت له 5 المليون بزاف، راك عارف الحاله ضعيفه وراه غير غنغامروا وهذه وكذا. قال لي داك الشيء مضمون. دابا 5 المليون واش كاينه شي ورقه بيناتكم زعما يضمن لكم شي حاجه؟ تيجيب واحد اخرين فايتين مشاو وصدقات لهم، فهمتي؟ باش تيقوا باش تيقوا، مشاو وصدقات لهم. فعلا حنا دينا على داك الشيء. دوزنا تقريبا 3 سيمانات، عطيتو انا 1.5 مليون معايا 3 الدراري. واحد 1.5 مليون شنو كنتي جامعها ولا جبتيها؟ لا جامعها الخدمه هذيك اللي خدمت تما. هادشي راه هاد القصه هذه راه لحد الان مازال ما عارفيناش ثمانين الدار، يعني ما فراسهمش الشمته هذه اللي تشمتي فيها اول مره تيشوفوها، مازال ما قايلينهمش كاع. هي هذيك عطيتو انا 1.5 مليون، شي عطاه 1.5 مليون، شي عطاه واللي معايا عطاه 2، وكل واحد شنو عطى. المهم حنا 3 بينا. قال لك اودي المهم فاش تبقى لنا شهر غنعلمكم، يعني حنا كنتلاقاو كل عشيه بداك الوسيط، ان هذاك اللي غيدينا تلاقيناه مره واحده اللي شناه في القهوه. فاش تفاهم معنا وجا دا الفلوس، المره الثانيه ما غنشوفوه حتى للباط. والسمسار كتشوفوه ديما؟ السمسار ديما كنشوفوه، يعني مطمئنين في ليساتكم راه بخير. ديما ملي كيجي ويهضر معنا ويقول لنا مازال كيصبركم. كنقول له شنو كاين، كيقول له دوزنا تقريبا 2 سيمانات وليت عطيتو 100,000 ريال. ها انت وليتي في 2؟ انا وليت في 2. المهم وليتي تخدم وتعطيه؟ كنخدم وكنعطيه، كنجمع وكنخدم وكنعطيه. المهم فاش زيرنا هو قال لك راه المهم بقات غير شي 3 سيمانات في ثالث شهر غنمشيو. المهم زيروا راسكم. جيت انا هبطت لفاس، كان عندي واحد دراجه ناريه بعتها، نوع كبير، بعتها طلعت بقينا خدامين، ما بينتلوش انا فلوس. ان الدفعه الثالثه حتى نكونوا غاديين عاد نعطيوها له. فعلا دوزنا تقريبا التالي ديال الشهر، جا لعندنا هو بالسبت، قال لك راه وجدوا راسكم لحد تمشيو. قلت له حنا ما يمكنش، خصنا حنا نجمعوا حوايجنا والسبت باش نتخلصوا من عند هذاك اللي خدامين معاه. وما شافنا حد يعني، وغادي الاثنين ان شاء الله نقلعوا. فعلا كيجي عندنا نهار الاثنين، دوزنا ذاك الايام جا عندنا الاثنين، جا لعندنا ب 207. جمعنا القهوه دانا حنا ب3 صحابي، ب3 هزنا. بدا كيدور بينا، بدا كينقل، تقريبا جمع 16 بينا. 16 بينا داونا للفلوكه. والو قبل ما هادشي كله باش تمشي للفلوكه، تمشي في الفلوكه هذيك فيها غتحرق. قبل ما نصدموا رجلينا في الفلوكه كيقول لك كمل لي. كمال هاد الفلوس، كمال هاد الفلوس. وهذاك راه مع داك السيد ومعاهم 3 في داك الفلوكه، وواحد كيصوب وواحد حاطو في الوسط وواحد في الراس. 3 وانتم 16. حنا 16 بينا. حنا فاش منين شفنا راسنا طلعنا قلنا صافي، يعني ما بقاش ذاك الفكره اننا غادي نشوفوا ذاك الكونطرا، فهمتي؟ يعني صافي بات لنا الفلوكه صافي. البحر انتم فيه، البحر حنا اسبانيا راه كتبان لكم حدا طنجه. اسبانيا هي كتبان لنا. حنا بدا كيدورنا في طنجه، ضربتي دوره في البحر ديال طنجه ب 3 المليون. دات 4 الصباح جابونا، بعدونا تقربونا للضواو، بقات تقريبا شي كيلومتر. بداو كيقولوا لنا تلاحوا راكم وصلتوا. اللي ما كيعرفش يعوم راه تقريبا شي 3 بينا مشينا 16 بينا رجعنا ب 13. هادشي متوقع لكم فؤاد؟ في 2008. 2008 كتعاود هذه القصه بحال وقعت غير البارح، الدموع في عينيك كانك البارح تلاحيتي في البحر. هي هذيك فاش فقنا لا فلوس اللي جمعتي وضربتي عليهم تماره،
لا صبليون وصلتي ليه زعما ومشينا لا هكا رغم ذلك مشينا لذاك القهوه كتقلبوا على السمسار تقلبوا ما كاين والو. يعني كون لقيتو ديك الساعات راه نقدر نقتل لما شاء. فؤاد، هذه القصه اللي عاودتي منها الالاف ديال الشباب ديال المغاربه اللي كيجمعوا تيبيعوا، الوالدين كيبيعوا ديورهم وتيبيعوا ارضهم وتيتسلفوا وتيهزوا الكريديات باش يحرقوا مع الاسف كونطرات ديال الوهم وكونطرات ديال الموت هادو مع الاسف. فؤاد، دكتور بن يحيى عمر، سمعنا الشهادات ديال الاخوان. الانسان باش باغي في هذا الشيء كله يحسن الوضعيه ديالته الاقتصاديه والاجتماعيه كما قال فؤاد، بغى يهز شي شويه المستوى د والديه والمستوى ديالو. الناس كيجيو من الخارج، كاين واحد النوع ديال المباهاه، شي تيبان على شي، وبالتالي الشباب ما فحالهمش كيحاولوا يحسنوا الوضعيه ديالتهم. انا دكتور الله يخليك بغيت نسولك بدايه على النفسيه ديال هاد السماسريه، هاد الوسطاء، هاد الناس اللي كيجيبوا هاد الكونطرات ديال الوهم ديال الموت وكيبداو يبزنسوا ويتسمسروا في الشباب اللي كيكون عنده ازمه ديال البطاله، ازمه ديال الفقر، مجموعه ديال الازمات، مخنوقين وكيزيدوا هما يستغلوهم. شكون هما هاد الناس؟ شنو الملامح النفسيه ديالهم دكتور؟ الحقيقه هاد ثلاثه الحالات اللي انا في الحقيقه شي بروفونديمون توشي تو دابور، هو هاد الناس هادو كلهم عندهم قاسم مشترك. شنو هو الجهاز السيكولوجي ديالهم عانوا معاناه، لان باش نحكموا على الظاهره ديال دابا في 2008 مشى هو ولا الاخر 2010 غنرجعوا للماضي ديالهم. عاشوا معاناه، لان حنا القراءه اللي كنديروا كاخصائيين القراءه الاولى هو انهم عاشوا مشاكل عاطفيه ماديه اسريه غير ذلك، وما قدروش يحلوها. وتعرف الانسان كيمر بمراحل الحياه باش يضمن النمو ديالو. هاد الاخوان هادو بكل الاحترام لهم مروا بواحد المشاكل اللي ما لقاوش لائعين، ما عندهمش حتى المقدره الفكريه والسيكولوجيه. الشخصيه ديالهم رجعت قابله للايحاء، فقدوا الامل في نفسهم، فقدوا الامل في المحيط العائلي ديالهم، في الدائره الاجتماعيه ديالهم، وبدا كيتخبطوا غير بوحدهم. كتعرف الانسان اللي كيكون عنده شخصيه ضعيفه وفقد الامل وعنده اضطرابات الداخليه، الانا ديالو تمحى، لان الانسان كيتزاد في الحياه وكينمو حتى يبني. هادو لا كيتنجروا الظروف الاجتماعيه والعاطفيه والماديه نجرت لهم هذا حتى رجعوا لواحد الوقت انهم شخصيتهم الانا ديالهم لا وجود له، وبالتالي رجعوا قابلين يكونوا ضحيه لاي واحد يوري لهم شبه الامل المغلوط. اذا هذه النفسيه ديالهم. غنرجعوا للنفسيه ديال الناس الاخرين اللي كيجيو، هادو كيكونوا اخصائيين، سو سون دي كوميديان، تيكونوا تيستعملوا الذكاء ديالهم فيما هو سلبي، تحرميات، ياخذوا هاد الفريسه هادو لانه سيكون ضعيف في حوض ما يعاونوا مثلا وياخذ بيديه انطلاقا من القيم الدينيه ديالنا والفريضه والسنه الى غير ذلك، لان خصك تعين الاخ ديالك اللي هو في الشده. هذا اذا هذا حاله مرضيه، لا من ناحيه الانسان اللي كيتجه لهذا الشيء وكيلعب على الناس وكيديرهم رصد كتافه، وحاله مرضيه بلا هاد الناس هادو. هاد الناس هادو وصلوا لواحد المستوى انهم فقدوا العقل الذكي، لان ملي كتكون الانسان قدام واحد الظاهره بحال هذه كاين جوج الحوايج، اما غتلصق في العقل العاطفي اللي هو المنطق ما كيتحكموش وتمشي فيها ويبدا يصور لك تمشي لتما غتلقى الخدمه وغتدير طوموبيله وغتجي وغتصيفط لوالديك الى غير ذلك، وانت راك قابل للايحاء. هذاك الشيء اللي كيقول لك راك تفرض نفسك احيانا انك تثق لذاك الشيء، لانه ما لقيتي ما دير في الواقع ديالك الاجتماعي ديال البلد ديالك. اذا فانت كتساعد راسك باش انك تكون ضحيه. طيب شكرا دكتور. مازال نكملوا النقاش معك دكتور بن يحيى. غنتوقفوا لحظات مشاهدينا مع فاصل اعلاني ونرجعوا لكم نكملوا قصه الناس.